السلام عليكم، كنرحب بكم معايا في فيديو جديد، وكنتمنى ان شاء الله يلقاكم كاملين بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه يا رب. اليوم ان شاء الله غادي نقترح لكم اصابع الكوسه اولا القرع الاخضر اولا كيف ما كنقولوا بالدارجه المغربيه ديالنا القرعه خضراء. غادي نحضروها بطريقه سهله ومبسطه. كتجي لذيذه بزاف، كذلك كتجي مقرمشه، والاهم من هادشي انها صحيه. غادي نحضروها بدون قلي. كنتمنى ان شاء الله هاد الوصفه تنال اعجابكم وتجربوها لان فعلا كتستحق التجربه. ان شاء الله غادي تجربوها وتشكروني عليها. وإلا عجبكم هاد الفيديو ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، تعاليقكم الطيبه، تبارطاجيو هاد الفيديو مع الاهل المعارف ديالكم، وتنضموا للقناه باش تبقاو توصلوا دائما بالجديد. اذا هنا بسم الله غادي نحتاجوا كميه من القرع الاخضر اولا القرعه الخضراء. انا هنا استعملت هاد النوعيه هذه، ففي هذا الوقت هذا كتكون متوفره بكثره في الاسواق. يستحسن تاخذوها لان بصراحه كتكون لذيذه وما كيكونش فيها ديك السريعه كثيره. بالنسبه للكميه راه كيف ذكرت كتبقى على حسب عدد الافراد ديال العائله ديالكم. من بعد ما غسلناها بطبيعه الحال كنحيدوا لها داك الراس الفوقاني وكذلك داك الجزء اللي كيكون لتحت، وغادي نقسموها هكذا على جوج، وكل قطعه غادي نقسموها على 4، يعني بحيث غادي نتحصلوا على اصابع يكون السمك ديالهم رقيق شويه باش دغيا طيب لينا، ما تاخذش لينا وقت طويل في الطياب. وبالنسبه للقشر ديالها ممكن تحتفظوا بالقشر كيف يمكن لكم بطبيعه الحال تزولوا، يعني لكم نتوما الاختيار. انا بالنسبه ليا كنخليها دائما بالقشره ديالها. كيف ما شفتوا هنا من بعد ما تحصلنا على اصابع يكونوا يستحسن انهم يكونوا في قياس واحد باش ملي يطيبوا في دقه واحده. من بعد غادي نحتاجوا واحد بيضه. بالنسبه للبيض راه كيبقى على حسب شحال نتوما استعملتوا ديال القرعه خضراء، ممكن تزيدوا اكثر من بيضه. ايضا غادي نحتاجوا البقسماط اولا الخبز المحمص اولا لا شابلور. وايضا غادي نحتاجوا الدقيق الابيض اولا الطحين ديال الفورس اولا فرينه. غادي نخليوهم جانبا، وغادي ناخذ واحد الاناء غادي نوضعوا فيه شويه ديال الملح كتبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. انا بالنسبه لي هنا استعملت 3 الحبات ديال القرعه كيف ما شفتوا كبارين شويه. غادي نزيد عليهم على الملحه غادي نزيد واحد المعلقه صغيره ديال بودره الثوم المجفف، كذلك نص معلقه صغيره ديال البزار اولا الفلفل الاسود. ممكن تضيفوا كذلك بودره البصل حتى هي كتجي زوينه بزاف. نصف ملعقه صغيره ديال التحميره اولا البابريكا، وايضا واحد نص معلقه صغيره ديال الزعتر المجفف. بالنسبه للمنسمات ممكن تضيفوا اي منسمات كتبغيو. ومن بعد غادي نضيف عليه واحد 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون. من بعد ما غادي نحرك هاد المكونات مزيان غادي نضيف على ديك الكميه ديال القرعه خضراء، وغادي نخلط الكل مزيان حتى كتلبس ليا مزيان بهاد التتبيله. وإلا عندكم الوقت ممكن تخليو هاد القرعه خضراء في هاد التتبيله لمده 10 حتى ل 15 دقيقه. إلا عندكم الوقت، إلا ما عندكمش راه ماشي مشكل. من بعد غادي ناخذ الدقيق ديالي اولا الطحين غادي نضيف ليه شويه ديال الملحه، كذلك البيض غادي نضيف ليه شويه ديال الملح، وغادي نضيف عليهم شويه ديال الفلفل الاسود اولا البزار. هذه مساله كتبقى اختياريه، الا بغيتو تضيفوهم على هاد الطحين ولا البيض. الا ما بغيتوش راه اصلا القرعه خضراء درنا فيها التوابل. انا كنفضل انني القرعه خضراء ندير فيها هكذا التوابل باش كتشرب ليا مزيان، حيت كيف ما كتعرفوا القرع الاخضر اولا الكوسه كيكون المذاق ديالها شويه يعني ما فيها حتى شي مذاق. وبالنسبه لديك الحبه ديال البيض راني ضفت ليها واحد المعلقه كبيره مملوءه جيدا ديال الحليب. كنخفوا داك البيض بشويه ديال الحليب. من بعد كناخذ الاصابع ديال القرعه الخضراء غادي نمررهم اول حاجه في الدقيق الابيض اولا في الطحين، يعني كنلبسوها مزيان بالطحين. ومن بعد غادي ندوزوها في البيض اللي خلطنا مع الحليب،
وفي اخر مرحله غادي ندوزوها اولا نمروها في البقسماط اولا لا شابلور. فهاد الاصابع ديال القرعه خضراء فصدقوني كيجيو هائلين وكيجيو مقرمشين، يعني اللي ذاقهم عندكم غادي يقول انهم مقليين، يعني حتى تجربوا ان شاء الله وانتم غادي تحكموا بنفسكم. صافي غادي نستمر هكذا بنفس الكيفيه، غادي نوضع في الطحين ومن بعد البيض ومن بعد لا شابلور. صافي هنا غادي ندوزهم في لا شابلور مزيان مزيان بحيث غادي يتلبسوا كاملين، يعني كل هذاك الاصابع كلهم يتغطاو بلا شابلور. وغادي نستمر بنفس الكيفيه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي ديال القرعه خضراء. من بعد خديت واحد الصينيه اللي كتدخل الفرن اللي فرشتها بالورق ديال الزبده وستفت فيها هذيك القطع اولا الاصابع ديال القرعه، وغادي ندوز عليهم واحد الخويط، يعني القليل فقط من زيت الزيتون، يعني ما تكتروش، غير القليل فقط كيف ما كتشاهدوا معايا في الصوره. وغادي ندخلهم الفرن على درجه حراره متوسطه، والفرن غادي يكون شاعل من الاعلى ومن الاسفل حتى كيطيبوا لنا هاد الاصابع، فهما ما كياخذوش وقت طويل. ومره مره كنبداو نحلوا الفران ونبداو نقلبوا فيهم حتى كنتحصلوا على هاد الشكل هذا كيف ما كتشاهدوا معايا. اصابع كتكون محمره وكتكون لذيذه بزاف، يعني من برا كيكونوا مقرمشين صراحه كيجيو لذاذين بزاف، ومن الداخل كيجيو طريين. هذا هو الشكل النهائي ديالهم، والاهم انهم بدون قلي، يعني صحيين 100%. وبالنسبه ممكن ترافقوهم باي صوص كتبغيو. انا هنا اكتفيت فقط بشويه ديال المايونيز وكذلك شويه ديال الكيتشوب. كنتمنى ان شاء الله هاد الوصفه تنال اعجابكم وتجربوها ان شاء الله لانها كتستحق التجربه، وكنتسنى تعليقاتكم انكم تردوا عليا الخبر كيفاش جاتكم. ممكن كذلك هاد الاصابع ديال القرع الاخضر ترافقوهم بصلصه الثوميه اللي سبق لي كذلك حضرت معكم في حلقه سابقه، غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف، فهي كتواتى معاها بزاف بزاف. بالنسبه لهاد الاصابع يعني ملي كنخرجهم من الفران كيكونوا مقرمشين، يعني كتمر واحد الساعه اولا ساعتين صافي ما كتبقاش فيهم هذيك القرمشه هذه للامانه. ولكن انا ملي كيبقاو عندي بهذا الشكل هذا يعني كيشيطوا ليا، فكنعاود نشعل الفرن وكنخلي حتى كيسخن شويه، كنطفيه وكنعاود ندخل ليه هاد الاصابع هادو للفرن لداخل صافي، وكنخليهم تقريبا واحد 5 حتى 6 ديال الدقائق، فهما كترجع ليهم القرمشه ديالهم وكانهم يلاه طايبين مازال جداد. وممكن كذلك كيصبروا حتى اليومين حتى ل3 ايام كيبقاو في الثلاجه مزيانين، يعني كنحتفظ بهم غير في واحد العلبه في الثلاجه ماشي المجمد. والوقت اللي كنبغيهم راه كنسخن الفران وكندخلهم حتى كيسخنوا مزيان وكيتقرمشوا، وكنخرجوهم وكنتناولوهم بالصحه والعافيه. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو تنال اعجابكم. الا عجبكم ما تبخلوش عليا باللايكات وتعاليقكم الطيبه وتبارطاجيو مع الاهل والمعارف ديالكم. كنقول لكم شكرا لكم بزاف على حسن المتابعه، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. خليت لكم الراحه، السلام عليكم.